دكتور مصري يسيب منصبه يقلب الدنيا بنظام غذائي يدخل في صدام مع منظومة كاملة، وقبل ما يواجههم رسميا يموت مفاجئ. صدفة ولا قصة ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ خليني احكي لك بقى. الموضوع مش مجرد قصة كده وخلاص. القصة بدأت من سنين جوه مستشفى قسم عناية مركزة. في دكتور اسمه ضياء العوضي، راجل مش بيشوف المرض من بره، ده بيشوف في أصعب لحظاته ناس بين الحياة والموت كل يوم. يعني الراجل ده مش مجرد أي حد، ده فاهم جسم الإنسان كويس وشايف النظام الطبي اللي جواه. هنا بقى حصل التحول. 2023 الدكتور ضياء خرج من المنظومة، استقال أو اتشال، مش دي النقطة المهمة. المهم إنه قرر يعمل حاجة أخطر بكتير، يواجه المنظومة كلها بفكر مختلف. طلع وقال فكرة بسيطة جدا: احنا معقدين الصحة وهي أبسط من كده. ومن هنا ظهر نظام الطيبات. النظام ده بقى بيقول لك كل طبيعي، بلاش مصنع. بس تأثيره كان مرعب بجد. ليه؟ لأن الناس بدأت تجرب وبدأت تحكي. ما دام حاجات طبيعية ما تضرش جسمنا، مفيش مانع إن احنا نجربها. إنما برضو مش كل لما حد يقول لنا على حاجة نمشي وراه. في حاجات علمية في ناس بتتدخل فيها بدون أي وجه حق. مش كل لما حد يقول نصيحة إن احنا نمشي وراه واحنا ما نعرفش هو اتجاهاته ايه. فناخد بالنا كويس واحنا بنقرا اي موضوع او بناخد اي علاج مفيد لجسمنا او مش مفيد ممكن نرجع لايام اجدادنا. ممكن نقول دي تنفع، خد كذا عشان البرد. دي حاجات احنا كنا ماشيين عليها زمان. انما الحاجه العلميه الحقيقيه ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها بالصوره دي او بالشكل ده. ما ينفعش ان احنا نلغي ادويه كامله. ما ينفعش ان احنا نلغي علم علماء شغاله عليه كل يوم. هنا بقى بدأ الصدام الحقيقي. في ناس شافته بطل وفي ناس شافته خطر. الكلام ده محتاج دليل علمي. وناس تانية قالت هو بيهدد مصالح كبيرة. خليني بقى صريح معاك قوي. لما حد يجي يقول لك ممكن تقلل اعتمادك على الأدوية، ده مش مجرد رأي، ده بيأثر على سوق وعلى فلوس وعلى منظومة كاملة. طب هل كل الأدوية ملهاش لازمة؟ يعني الراجل ده كده جه ضرب بالدنيا كلها على عرض الحائط وقال لك ده ينفع وده ما ينفعش. بدأ يتقال إن في مناظرة علمية هتحصل لمناقشة أفكار. يعني أول مرة الموضوع ده هيتنقل من السوشيال ميديا إلى أرض الواقع. وفجأة كل حاجة وقفت. خبر وفاته: الدكتور ضياء العوضي توفى في دبي. ده إيه ده بقى؟ ده اغتيال ولا إيه بالظبط؟ والأغرب بقى إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت إنها بتتابع الواقعة بنفسها. يعني في تواصل رسمي ومتابعة واهتمام، وده طبيعي مع أي مواطن مصري. لكن في الحالة دي زود بقى الأسئلة. الناس اتقسمت لقسمين: ناس قالت دي وفاة طبيعية، وناس ثانية بدأت تربط الأحداث ببعض وتقول التوقيت غريب. الله أعلم، كل واحد بيجي دوره. بس خليني أكون واضح برضو معاك، مفيش أي دليل رسمي لحد دلوقتي على وجود شبهة جنائية، والمصادر زي BBC ورويترز أكدت الوفاة بدون تفاصيل إضافية. التحليل بقى المبسط، بص بقى وركز معايا. القصة دي مش عن وفاة بس، دي عن صراع قديم جدا، الجديد ضد القديم. كل واحد بيكسر القواعد في الأول بيتقال عليه مجنون، بس أحيانا المجانين دول هم اللي بيغيروا التاريخ. لكن في نفس الوقت مش كل واحد يتمرد بيبقى صح. عشان كده الحل مش إننا نؤمن بيه ولا نهاجمه وخلاص. الحل كان ولا زال النقاش العلمي، التأثير على الناس. طيب انت فين بقى من القصة دي؟ لأن ده كله بيأثر عليك وعلى صحتك وعلى فلوسك وعلى قراراتك. هل تمشي ورا نظام منتشر والناس بتشكر فيه، ولا الطب التقليدي عليه دراسات؟ الطب التقليدي عليه دراسات، ولا توازن بين الاتنين؟ أهم نقطة بقى وديت القنبلة، أخطر حاجة حصلت بعد وفاته، إن ضياء العوضي ده بقى فكرة مش شخص، والفكرة ما بتموتش. انت شايف بقى ايه في الموضوع ده؟ هو احنا محتاجين ناس بتكسر القواعد عشان نتطور، ولا الافضل نلتزم بالعلم التقليدي؟ واكتب لي بقى بصراحة، لو حد زي ضياء العوضي طلع تاني هتسمعه ولا هتتجاهله؟ قول لنا رأيك في التعليقات. ولو ما تعرفنيش فعل الجرس وفعل القناة. والله المستعان، وتحيا مصر.